السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من غير مقدمات، احنا النهارده في ضيافتنا اخويا وحبيبي المحترم الاستاذ وليد ابو اياد، قناة صيادين بنها مع ابو اياد، واخويا وحبيبي اللي يعز على قلبي ابو ملك. نورتنا ابو ملك، نورتنا يا استاذ وليد. وطبعا معانا عم ابراهيم الالماني والدكتور وناس محترمين مشرفين النهارده في حوش عيسى. يا جماعه هنصطاد بريمه، ادعوا لنا ونهاركم زي العسل. نور الدنيا ابو ملك. حبيبي عم رضا، منور باهلها. حبيبي حبيبي عم صباح الفل يا عم رضا. الله يخليك، ربنا يخليك يا عم. متشكرين على حسن الضيافه. تحت امرك، تحت امرك. اقل واجب والله، اقل واجب والله. الله يخليك، الله يكرمك، الله يخليك، الله يكرمك. نورنا يا عم ابراهيم. شكرا على الاستضافه الحلوه دي. حبيبي حبيبي على ايه، على ايه، ده اقل واجب والله، اقل واجب. نبريت ايه يا ابو نبريه؟ خش على الجلاجيل يالا، خش على الجلاجيل اللي بصحيح، خش على الجلاجيل اللي بصحيح. اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. افرد نفسك يا سابع. بص يلا الله اكبر. هي ده، هي دي يالا. يا مسهل الحال يا رب. يا كريم يا رب، اثبت النبي. يا كريم يا رب. اللهم صل على النبي. الله اكبر، الله اكبر. هي رب. عليك لو هو ده الكلام، هو ده الكلام. الشلاطين اللي بصحيح ما عجبتنيش هنا. هي دي يا ولد، هي دي يا ولد. وعليك يا عسل. هي دي ولا مش هي دي؟ هيش استنى، رايحه فين؟ الله يسمك عدل يا جماعه. اللهم صل على سيدنا. الله اكبر، الله اكبر يا ابو عمر، الله اكبر. صلاه النبي، صلاه النبي، صلاه النبي. اللهم صل على النبي. ارفع ارفع على مهلك، على مهلك، على مهلك عشان ما تروحش. الله يصلح لك الحال، الله يصلح لك الحال. يا مسهل الحال يا حاج. ايه؟ امال ايه يا عم الحاج؟ هو كله اي ولا ايه؟ ده انت غول يا ولد. ده تخصص الحاجات دي تخصصات. ام الرضا بتاع الشير. سريعة، مية سريعة يعني. ده غمزة ولا ايه؟ غمزة. يا سحلوية، يلا يلا يا سحلوية.
عايزين نروح لابو اياد عشان كده ما نغلسوش على الناس الضيوف اللي جايه لنا دي. يدري اللي بيصورنا ابو ملك حبيبي ومعنا الراجل هذا الدوي. ايوه كانك ياود من عتطير المان من عتطير شولحي الجودة يا ود الجودة. مرحبتين. اسمك ايه؟ فارس. مرحبا فروق. نكمل سر ان شاء الله تعالى. ايوه تعالوا كلهم. اقعد يا فارس اقعد اقعد حبيبي تعالى يا ايوه ابن دكتور ونور الدنيا يا دكتور. صور فيش صورك يا فارس اهو. فارس كلم على رضا. ايوه صورنا عشان ما تبحثش ده برضوان رضا ما رضا سميك قولوا الشوالحة شوالحه ماشي. كل واحد حته. انا قاصد ان حضراتكم ده احط الكلام اللي هقوله دلوقتي ده في وسط الفيديو لسبب. مشكله السنار هي المشكله الاكبر حاليا في مجال صيد السمك. مشكله السنار هي اكبر مشكله بتقابل الصياد حاليا، مش من السنه دي، من السنه اللي قبل اللي فاتت. لو تفتكروا حضراتكم كنا اتكلمنا السنه اللي قبل اللي فاتت في توشكا على سنار اسمه هاي تك. اتكلمت عليه في توشكا قبل موسم الغله ب3 شهور. جيت في موسم الغله بدور على باكو منه ما لقيتش. ليه؟ كنا بندور على اي سناره علما بانها كانت 60%، ولكن 60% كانت هي احسن حاجه في السوق. الحاج بدر وفر السنار ده يا جماعه في الاسبوع اللي فات ده، ويمكن طلع عمل عليه بس مباشر اتكلم على السنار ده. ولما السنار انا شفته في امتيازات تعجب الصياد اللي بيفهم. ايه الامتيازات؟ اول حاجه في السناره احنا كنا بنقوله شكه السناره، وبعدين وزن السناره، وبعدين الرجع بتاع السناره. هم دول اللي بيميزوا اي سنار صيد. فعلشان كده انا لما شفت السنار انا طبعا ما اتكلمتش عليه الا لما شفته بعيني. يعني ما اتكلمتش عليه لما شفته بعيني. ما اقدرش اقول لكم السنار اللي قدامي ده هو 100%، لا، السنار اللي قدامي ده 70%، بس بالمقارنه مع السنار اللي في السوق اعلى سنار حاليا في السوق من 50 ل 60%، لا ده 70%. وهقول لحضراتكم ايه امتيازاته. امتيازاته بدايه زي ما قلت لحضراتكم، اول حاجه وزن السناره. وزنها خفيف، تحس ان السلكه بتاعتها خفيفه كده، تبقى السمكه السناره هتضحك على السمكه. لما تيجي تشيل الطعمه ما تستشعرش بالخطوره تروح سايبه، لا بتكمل. طيب تاني حاجه بعد وزن السناره شكه السناره، شكتها مش بطاله، شكتها كويسه خالص. تالت حاجه بقى الرجع بتاع السناره. الرجع بتاع السناره ده اللي خلاني بدل ما اقول للسنار ده 100% قلت عليه 70%. بالمقارنه مع السناره اللي في السوق يا جماعه، السناره دي احسن من السنانير اللي في السوق تقريبا كلها. دول السنار اللي هو المستاد النرويجي ده مكتوب عليه مستاد نرويجي. هل تاكدنا ان ده المستاد النرويجي الاصلي؟ ما تاكدتش، ولكن السناره نفسها عجباني. طيب اللي انا متاكد ان ده الاصلي الاسد، بس للاسف الشديد ان الاسد ده ما فيش منه غير الواحد، غير الاثنين والثلاثه. الاثنين والثلاثه، ولكن السناره ديت بنسبه 99.9 دي الاصليه. انا عارف السناره دي يا جماعه موجود منها الاثنين والثلاثه. سناره الاسد موجوده عند الحاج بدر ستار في المناشي. تمام. السبعه دي يا عم ماشي. السناره الاسد الاثنين والثلاثه حضرتك هتقول لي انا هصطاد بيهم ايه؟ الاثنين والثلاثه هتصطاد بيهم حداف طعم، هتصطاد بيها حداف طعم، هتصطاد بيها كل انواع نوع الحدافات يعني. عنب، هتصطاد بيها عجينه، هتصطاد بيها مصران، هتصطاد بيها بالشرايه. سناره لو اترست فيها في عربيه مش فاتحاها. ده حقيقه. سناره جامده. وهي ميزه السنار الاسد الاصلي ان السنار الاسد ده جامد وقوي، تيجي تفتحه ما يتفتحش. فات بقى لقيت حاجه صعبه جامد. يبقى كده تمام كده يا جماعه. السناره الاسد في منها مقاس الاثنين والثلاثه. اما من السنار الثاني المستدل ده اهو في منه يبدا من 10 لغايه 0.2، من 10 ل 0.2. ولكن في حاجه، هم موديلين مش موديل واحد. في موديل منه بكرش اللي هو ده، وفي موديل منه المسلوب اللي هو ده. ماشي اهو، ده بكرش وده مسلوب. تمام يا جماعه. السناره اللي بكرش ديت مقاساتها مختلفه. ليه؟ احنا متعودين مثلا ان السناره ال8 يكون لها حجم معين، لا، تبقى 8 وتبص تلاقيها كبيره بما يعادل ال6، فبالتالي دي مقاسها مختلف علشان الكرش بتاعها واسع. انما السنار الموديل اللي الاستاذ ابراهيم هيتكلم عليه دلوقتي
هو مقاسه اللي هو الطبيعي بتاعنا اللي احنا عارفينه متفقين عليه، ال10 10 وال9 9 وال8 8 وال1 1 هو نفس الشكل. انما الموديل التاني ده عشان بكرش والحوض بتاعه واسع تحس انه اكبر شويتين. السنار ده عم ابراهيم متوفر عندكم عند الحاج بدر؟ موجود وفي كميات تكفي الصيادين؟ اللي هيجي تحت امره في اي حاجه. عم ابراهيم دلوقتي يا جماعه انا بساله على الاسعار. السناره الاسد دي ب 35 جنيه. الرقمين اللي فيها، الرقمين اللي هي الاثنين والثلاثه ب 35 جنيه اضمنها على ضمانتي الشخصيه. السنار ده يبدا من زي ما قلنا من 10 9 8 7 6 ما فيش 6 في 6 في 5 في 3 في مقاس ناقص انت قلت لي عليه. لا كده مفيش مقاسات ناقصه، كله تمام. تمام يا جماعه. السناره دي موجوده كده وموجوده 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و01 و02 و01 و02. تمام يا جماعه. اسعارها تبدا من 30 جنيه. كل ما السناره صغرت في الحجم، يعني السناره الثمانيه 30 جنيه ب 30 جنيه لحد 6، وانت ماشي كده لغايه 6 دول ب 30 جنيه. السبعه السبعه 8 والسبعه والتسعه والعشره ب 30 جنيه. تعلى شويه، تعلى 4 5 و4 و3 دولت ب 35 جنيه. الاثنين والواحد والزيرو-1 والزيرو-2 الاثنين والواحد ب 40 جنيه. الاثنين والواحد ب 40 جنيه. طب الزيرو-1 والزيرو-2 50. السناره يا جماعه موجود عند الحاج بدر بكميه كبيره. ويلا نكمل الفيديو نهاركم زي العسل. يا بنت ليه يا عم بتاكلها من تحت، بتشد عود الرمه من تحت. والله لو بتشد من عند السناره الله يسهلك يا ابو اياد بتاع الشلاطيم. الله يسهلك يا بتاع الشلاطيم. انت سايب لنا الشر، سايب لنا الشر يا سفاح. ده انت طلعت مجرم. حاجه حلوه يا عم عبد ما شاء الله. الله يسهلك يا استاذ وليد. ايوه متع نفسك كده ومتع المشاهدين. ما شاء الله. ارفع على بتاع الشلاطيم. الله اكبر عليك شلدومه، عليك شلدومه. ادي على وجهه. الله اكبر، هو ده الكلام. الله ينور ابو اياد. مساء الفل يا نجم، حاجه 100 100. شلدومه طيبه اهي. منوره يا معلم وليد. حبيبي يا عم ابراهيم يا اماني. الله ينور يا عم ابراهيم. حبيبي يا عم عبده. صور يا ريت. صور. لا لا عادي. الدور هيجي امتى؟ كمان 3 ايام. الدور كان هيجي 3 شهور في الميه حتى كده يا عم ابراهيم. شايف؟ لما بتزيد دول الميه بتندفع. فانت بتلاقي دور من اللي بيغمس على طول بتبوش له وتروح قاعد. الغمزه دي حتى لو شرايه كده اهو بتطلع ليه والماء ماشيه تروح خطفاها. ماليه. هات بكره فاضيه يا استاذ وليد لو سمحت. بكرتين 3. لا يا بكره يا كتر خيرك. صور يا عم الحاج. راحت ولا ايه؟ خربتها يا ابو اياد. خربتها يا بتاع المسير. خلصت الشر اللي في الميه يا ابو اياد. حرام عليك. ينفع كده يا جماعه؟ جاي يقتلنا على الثروه السمكيه. اهو لا والله اهي. ايوه ماشي يا استاذ وليد. روح الله يفتح لك الحال. سهلك يا ابو عمر. حلو ده عسوله. اديله على ودنه. ماله دي؟ اتعلم يا رضا، اتعلم عشان يعني معاك شهاده ولا حاجه. طبعا يا جماعه احنا النهارده كان والله العظيم من اسعد ايام مرت عليا بحضور طبعا الدكتور اللي نورني النهارده. دكتور هاني وهيب. الدكتور هاني نورني وشرفني وانا كنت سعيد جدا بحضوره النهارده. وعم طبعا ابراهيم الالماني نجم النجوم ده يا جماعه. حبيبي يا عم عبد. نورتنا يا عم ابراهيم. الله يبارك لك. عم ابراهيم صياد جامد يا جماعه. صياد جامد 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 بامانه. حبيبي يا عم عبد. ونورنا طبعا اخويا وحبيبي الاستاذ وليد. الله يبارك لك. قناه خد من بالها مع ابو اياد اللي بندعو كل مشاهدين القناه يزوروا القناه. ده راجل محترم ما بيبخلش بمعلومه، راجل صياد. بندعو كل قناه مشاهدين قناه عبده عبد الله بزياره قناه
الصيد من بنها مع ابو اياد. ابو اياد صيادين بنها. ابو اياد صيادين بنها، انا ما بنعرفش يا جماعه في القنوات دي والله، بس هو راجل محترم وراجل لا نزكيه على الله، بيضيف المعلومه بما يرضي الله، وفكرته كويسه في الصيد. يعني انا مش هنجامله، بس اللي انا شفته قدامي. وبنشكر طبعا ابو ملك وكل الناس اللي نورونا النهارده، وفي اخر الفيديو بشكركم على المتابعه، واستنونا في الفيديو الجاي، وتحياتي لحضراتكم مع الف مليون سلامه. السلام عليكم.